قبل ما نبدأ النهاردة حابب أقول لكم إننا خلاص قربنا جدا من أول 1000 مشترك، فلو أنت عاشق لملخصات الأفلام وعايز تشجعنا نكمل انزل دلوقتي حالا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تكون واحد من العيلة، ويلا بينا نبدأ. فيلمنا بيبدأ مع أوسخ دكتور تجميل ممكن تشوفه في حياتك. بيكون في محاضرة بيتكلم عن التشوهات اللي بتحصل بسبب الحروق الشديدة، وبيقول إن ضحية الحروق من حقه يرجع وشه سليم حتى لو الوش ده متاخد من جثة واحد ميت. وبيعرفهم إنه شارك في 3 عمليات من أصل 9 عمليات زراعة وجه اتعملوا في العالم كله، وبيشرح إن عمليات تعديل الجلد دقيقة جدا ومحتاجة تجارب ومجهود كبير. روبرت عنده في الفيلا بتاعته فار تجارب عبارة عن واحدة اسمها فيرا، بيكون حابسها في أوضة وبيمارس عليها كل أنواع التجارب اللي بيوصل لها مهما كانت بشعة. بعدها بيكون قاعد في اجتماع وبيتكلم عن بحث شغال عليه عشان يخلي الجلد البشري أقوى بكتير من الطبيعي. بيسمي الجلد دجال على اسم مراته اللي ماتت محروقة في حادثة عربية. واحد من زمايله بيسأله إزاي الجلد ده بقى أقوى من الطبيعي. روبرت بيرد عليه وبيقول له إنه غير جينات الجلد وخلطها بجينات خنزير، لأن جلد الخنزير أقوى بمراحل من جلد الإنسان العادي. ومن بجاحته بيقول لهم أنا عارف إن دمج جينات الإنسان مع الحيوان حاجة محرمة في المجتمع العلمي، لكن مضطر أعمل كده عشان أخلد ذكرى مراتي. زميله بيعترض عليه وبيهدده إنه هيبلغ عنه لو ما وقفش التجارب اللي بيعملها. وتاني يوم الصبح بنشوف ماريليا رئيسة الخدم في الفيلا بتروح لروبرت عشان تحذره، بتقول له إنه غلط لما أخد وش مراته الميتة وركبه لفيرا، وإن ده خطر عليه لأن الشبه بينهم بقى مرعب، والعالم كله عارف إن مراته ماتت في الحادثة. وبتسأله لو كان ناوي يقتل فيرا في الآخر ولا هيخليها تنتحر زي مراته. روبرت بيطلب منها تمشي كل الخدم وما يفضلش غيرها عشان الأمان. وبعد شوية بيوصل ابن ماريليا اسمه زيكا وبيخبط على باب الفيلا عشان يشوف امه. بعد محاولات كتير ماريليا بتوافق وبتدخله البيت وتحط له ياكل. بتشوف في الاخبار ان الشرطه بتدور عليه عشان سرق مجوهرات من محل مشهور. زيكا بيطلب منها يستخبى في الفيلا شويه لكن ماريليا بترفض. فجاه بيشوف فيرا في شاشات المراقبه وبينبهر جدا بجمالها والشبه اللي بينها وبين جيل. ماريليا بترفع عليه المسدس وبتطلب منه يمشي لكن بيهجم عليها وبيكتفها. بياخد مفتاح اوضه فيرا وبيطلع يتهجم عليها لكن بيمسكها وبيعمل معاها الواق. بيعمل كده لأنها شبه حبيبته القديمة جيل اللي روبرت خطفها منه زمان واتجوزها. بيوصل روبرت البيت وبيشوف ماريليا متكتفة فبيطلع جري لأوضة فيرا ومعاه المسدس. بيقتل زيكا وهو في حضن فيرا اللي كانت منهارة. ماريليا بتبدأ تحكي لفيرا قصة روبرت وزيكا الحقيقية، بتقول لها إن هم أصلا إخوات وهي أمهم، وإن والدهم كان عايز يخلف بس مراته كانت عقيمة. مارس مع ماريليا الواق وحملت منه. ماريليا حملت منه وكانت هي المربية في البيت، لكن زيكا ساب البيت وهو عنده 7 سنين ودخل في سكة السرقة وتجارة المخدرات. وروبرت اتجوز جيل وخلف منها بنت سماها نورما. وبعد فترة زيكا رجع وطلب من أمه يستخبى عشان الشرطة كانت بتدور عليه. جيل شافته وحبته وقررت إنها تهرب معاه وتنسى روبرت وبنتها. عملوا حادثة كبيرة بالعربية وهم بيهربوا والنار مسكت فيهم هما الاتنين. زيكا هرب وساب جيل في العربية تتحرق، وروبرت أنقذها في آخر لحظة وحاول يعالجها وفضل يعمل أبحاث لفترة طويلة جدا وكسر كل مرايات البيت وطفى النور عشان مراته ما تشوفش شكلها وتتصدم. وفي يوم من الأيام كانت رايحة تفتح الشباك عشان تشوف بنتها وهي بتغني وشافت وشها المرعب في إزاز الشباك وما استحملتش وانتحرت. بنتها نورما شافت المنظر ودخلت في حالة اكتئاب وانتحرت هي كمان. بنرجع لروبرت وبنشوفه وهو بيدفن زيكا وبياخد فيرا وبيدخل معاها في علاقة غريبة ومعقدة تقريبا واق. روبرت بيحلم باللي حصل من 6 سنين في حفلة كان موجود فيها هو وبنته. نورما كانت مبسوطة وفجأة اختفت من قدامه وفضل يدور عليها في كل مكان. ولما طلع الجنينة شاف شاب راكب موتوسيكل وبيهرب ولقى نورما مغمى عليها تحت شجرة. حاول يصحيها وهي منهارة من العياط وبعد شوية فات وفضلت تصرخ. وفي مكان تاني بنتعرف على فينسنت اللي شغال في اتيليه مع والدته وبيحب الرسم والخياطة. فينسنت كان في نفس الحفلة مع أصحابه وقابل نورما هناك وأعجب بيها جدا. طلب منها تخرج معاه في الجنينة بعيد عن دوشة الحفلة عشان يتكلموا سوا. حاول يقرب منها لكن نورما صرخت وحاولت تبعده فكتم صوتها وضربها ومارس معاها الواق في الجنينة. فينسنت قدر يهرب لكن روبرت شافه وهو خارج بالموتوسيكل. وبعد أسبوع فينسنت كان خارج من الأتيليه وجات عربية خطفته. والدته عملت بلاغ باختفائه لكن الشرطة ما قدرتش توصل لأي حاجة وقفلوا القضية. نورما وقتها دخلت مصحة نفسية وحالتها بقت صعبة جدا لدرجة إنها كانت بتخاف من أبوها، وبعد مدة ماتت في المصحة. وروبرت قرر ينتقم من فينسنت. خدره وجمع فريق الأطباء بتاعه عشان ينفذ عليه عملية وفهمهم إن في شاب عايز يعمل عملية تحويل جنسي، وعمل العملية لفينسنت وحوله لبنت. وبعدها عرفه الحقيقة وقال له إن هو والد نورما اللي اغتصبها ودمر حياتها لحد ما ماتت. فينسنت بقى هو فيرا وبقى بيدفع تمن غلطته كل يوم تحت ايد روبرت.
فيرا حاولت تنتحر أكتر من مرة، لكن روبرت كان دايما بيلحقها ويعالجها لحد ما بدأت تتأقلم على جسمها الجديد وحياتها وهي محبوسة في الفيلا. وبنرجع لوقتنا الحاضر بعد قتل زيكا. روبرت سمح لفيرا تخرج بره الفيلا تتمشى شوية مع ماريليا، وهي وعدته إنها مش هتهرب، وكسبت ثقته عشان يديها حرية أكتر. وفي يوم دخلت المكتب من وراه وأخدت المسدس وشافت صورتها القديمة من ضمن المفقودين. طلعت لروبرت أوضته وضربت عليه النار وقتلته عشان تنتقم منه. ماريليا حاولت توقفها لكن قتلتها هي كمان وهربت من البيت. راحت على الاتيليه بتاع والدتها وشافتها وهي واقفة مع المساعدة بتاعتها، وحكت لها كل اللي حصل معاها من يوم ما اختفت عشان تثبت لها إن هي فينسنت ابنها. فكرتها بآخر مناقشة حصلت بينهم من 6 سنين. والدته ما كانتش مصدقة وبصت للسكرتيرة لقيتها بتعيط، وفيرا بصت لأمها وقالت لها أنا فينسنت. والفيلم بينتهي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وعشان نوصل ل1000 مشترك في أقرب وقت. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.